هو ده تيشيرت الارجنتين المزور اللي دخل مارادونا بالتاريخ. تخيل معايا كده ان الارجنتين تكسب لقب كاس العالم بتيشيرت مضروب. ايوه فعلا ده حصل في مونديال 86. الارجنتين كانت داخله تلعب انجلترا تحت ضغط رهيب جدا. فيفا وقتها طلب من الارجنتين ان هي تلبس قمصان غامقه، والارجنتين ما كانش عندها مشكله، ولكن مشكله القميص ده ان هو خامته تقيله جدا، خصوصا وقتها ان كان الجو حر جدا ومستحيل يلبسوه في مكسيكو. مدرب الارجنتين كارلوس وقتها اتوتر لانه كان عنده علم ان الحراره ممكن تقتل اللعيبه بدنيا، وان الفيفا كده بيحط له العقده في المنشار. لكن فجاه حصل الحل الاكثر جنونا في المونديال. افراد من بعثه الارجنتين نزلوا حي شعبي موجود في مكسيكو سيتي، والسوق اللي هم نزلوه ده كان مشهور ان هو بيبيع الحاجه مضروبه. هناك لقوا تيشيرتات للارجنتين شبه الاصليه تماما ولكن خفيفه. اشتروا التيشيرتات ورجعوا بيها الفندق، وقعدوا يخيطوا الشعارات ويظبطوا ارقام اللعيبه. صحيح وقتها كان في اختلاف اكيد في التيشيرتات، ولكن المهم ان هي قضت الغرض. وبالتيشيرت المزور ده قدر مارادونا يعمل اقوى عرض فردي في تاريخ كاس العالم مع الارجنتين. عايز اقول لكم ان فجاه التيشيرت اللي اتجاب من حي شعبي بقى تاريخ لقصه كبيرة جدا في الارجنتين، مش علشان شكله طبعا ولا خامته الرديئة، ولكن على انه شاهد على اقوى واكبر لحظة تاريخية لمنتخب الارجنتين. اللي بقى انت عندك تيشيرتات كورة ايه، وصحيح مضروبة ولا اصلية؟ بس كده ودي